السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتم الموضوع الأمس مقابلة المغرب ضد فرنسا التي كانت مهزلة مسرحية ركيكة، والبعض يشككون في أن ما حدث أن هناك اتفاقيات كانت بين ماكرون وفيفا. لا، هناك دلائل قوية، حتى الصحف الأجنبية ذكرت بعض من هذا الكلام، خصوصا الصحف الإسبانية منها. حضور ماكرون من اجتماع في الاتحاد الأوروبي لإنزال عقوبات على روسيا، وانطلاقه من الاجتماع مباشرة إلى قطر، مباشرة إلى لقاء رئيس الجمعية الفيفا. بعدها تم تغيير حكم مقابلة الذي كان برازيليا، والذي أظن أنه لم يرضى بأن يبيع ضميره، فغيروه فبدلوه بحكم مكسيكي رخيص الثمن ليس له كرامة. حكم الفار كندي، والدليل على أن هذه كانت طبخة جيدة يعني سيئة هو عدم حضور أمير قطر للمقابلة التي لم يتأخر عن أي مقابلة للمغرب إلا هذه التي كانت بينه مع فرنسا، غضبا على ما وقع. الآن ولاسترضائه قامت الفيفا بتوجيه يعني مقابلة من طرف 3 حكام قطريين، دفعة واحدة 3 حكام قطريين في مقابلة اليوم من المغرب كرواتيا. إعطاء المغرب تنظيم كأس العالم الأندية في ظرف وجيز أقل من شهرين، منتصف شهر فبراير ستكون هذه المقابلات، يعني ظرف وجيز لا أعلم كيف سنستعد لها، ولكن المغرب قادر على كل شيء، لأن المغرب فيه رجال. فرنسا لاسترضاء المغرب تغير من تلك السلوكيات التي كانت حول الفيزا، تتراجع عن منع الفيزا عن المغرب. يعني كل هذه الأحداث ألا تدل على أن هناك طبخة، أن هناك يعني خجل من الفيفا وخجل فرنسا أيضا، لأن بعد أن افتتح أمرهم أصبحوا يريدون أن يرضوا المغرب وقطر بأي وسيلة كانت. وعديد من الصحف الأجنبية أشادوا بالمنتخب المغربي، ليس لاعبا فقط ولكن أشادوا به، خصوصا الجارديان الفرنسية قال أحد كتاب في الجارديان: المنتخب المغربي أبان عن حبهم الشديد للإسلام وأظهروه بأحسن صورة، وأخلاق الإسلام وأخلاقهم كانت عالية. هذا ما ينقصنا. لا أدري ماذا يعني بهذا الكلام، هل يعني أنه يحاول أن يدخل الإسلام أو فهم ما هو الإسلام، أم أنه يتحدث عن المسيحية التي أصبح يهجرها يعني المسيحيون، أصبحت الكنائس شبه فارغة إلا من بعض الشيوخ الكبار السن، أما الشباب هم عزفوا عن الكنائس. المغرب الجمهور المغربي أصبح المثل الأعلى في كل الصحف الأجنبية، أجمل وأحسن وأفضل جمهور في العالم، ليس الجمهور المغربي فقط ولكن الجمهور الإفريقي أيضا، والمغرب يمثل الإفريقي والعرب أيضا هو الإفريقي. أفريقيا ليس كلهم يشجعون المغرب، ليس كل أفريقيا، وأنتم تعلمون قصدي. المهم، وهذه المرآة التي عكست واقع المغرب وواقع قطر وواقع الإسلام وواقع العرب في العالم كامل. أصبح حتى تلك الحملات التي كانت ضد قطر من العديد من الصحف الأوروبية تلاشت حينما جمهورهم شعوبهم التي حضرت إلى قطر حملوا معهم كل الحب وتكلموا عن مونديال قطر بأنه أجمل، خصوصا النساء، بأنه أجمل وأفضل مونديال على الإطلاق،
ويطلبون من حكومتهم أن عندما لو نظموا كأس العالم أن يكون بالطريقة التي نظمتها قطر. هذا أليس فخر الإسلام؟ جمهور عربي فخر الإسلام. فرنسا عندها الصحف الفرنسية ومجلات فرنسية عندما قبل مقابلة المغرب مع فرنسا حولت موضوع من لعبة إلى معركة. في إحدى المجلات رسموا خريطة عندما دخل المغرب إلى الأندلس، يعني العرب إلى الأندلس، ثم عرب وأمازيغ. أنا أقول المغرب تحدث عن المغاربة كاملة، لا أنا لا أصنف المغاربة، أنا المغاربة عندي أمازيغ، عرب وحتى اليهود، هذو هو المغاربة عندي. وضعوا خريطة دخول المغرب مغاربة العرب إلى الأندلس، ثم إلى البرتغال وإلى جنوب فرنسا. أن المغرب عندما دخل العرب اقتربوا كثيرا من باريس، كانت باريس على المشارف، ولولا أن أتت جنود يعني من ألمانيا ومن بريطانيا ومن مناطق أخرى لكانت فرنسا تحت الحكم الإسلامي. ولكن لم يحدث ذلك لعلمه سبحانه وتعالى، هو يعلم لماذا سبحانه وتعالى. حتى هذه الهزيمة التي انهزمنا لو قدر الله لنا أن نفوز بها لما استطاع ذلك الحكم ولا الفار ولا الفيفا ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي أن ينزع منا ذلك الفوز. ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما هو فيه صالح لنا كمغاربة وكعرب وكأفارقة. الحمد لله رب العالمين، أصبحت إفريقيا تشكل 11 فريقا في المونديال القادم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون المونديال الأمريكا سيكون إن شاء الله الرحمن الرحيم 11 فريقا إفريقيا، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سنعبر إلى لعل 3 أو 4 فرق سيكونون في النهائي إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني في نصف نهائي ومربع كما يقول المربع الكبار كما يسمونه ذلك. برافو على المنتخب المغربي، قدمتم لنا مقابلات رائعة، حبنا العالم بفضلكم، بفضل سمعتكم، بفضل أخلاقكم، بفضل تدينكم، ملكتم قلوب العالم قبل قلوب المغاربة. برافو عليكم. إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون مقابلة يعني مقابلة جيدة، يعني موفقة بدون غش، ونعبر ونكون إن شاء الله في المرتبة الثالثة إن شاء الله الرحمن الرحيم، في المركز الثالث، ونحتفي بكم إن شاء الله الرحمن الرحيم عندما تعودون إلى المغرب. سيكون احتفاء بكم احتفاء رائعا. أولا سيستقبلكم سيدنا الله ينصره الله يحفظه، الراعي الأول للرياضة في المغرب. إن شاء الله الرحمن الرحيم نحبكم كثيرا، والسلام عليكم.